نقدر نقول ان انت حاسس قوي بقيمه الكنز اللي في ايديك وان انت عندك طموح واسع جدا. لكن لو اتكلمنا عن الفتره الصغيره اللي توليت فيها رئاسه 6 قناه مهمه، تقدر تقدم لنا كشف حساب عنها؟ يعني تقدر تقول انا عملت حاله مميزه مختلفه في ايه وايه وايه؟ بصي انا رغم ان انا مش من النوع اللي بحب اقول انا عملت، لان انا اريد العمل وراء الكلمه. احنا شايفين الفرق بس انا عايزه اعرف انت لمسه ازاي الفرق؟ يعني هل ده اللي كان في دماغك؟ هل ده طلع اكتر شويه من اللي انت عاوزه، اقل شويه، لسه محتاج حاجات؟ لا طبعا انا بشوف ان انا عمري ما شفت ان انا حققت اللي انا عايزه. انا حاسس ان انا لسه عندي طموحات واحلام اكبر من كده بكتير جدا للقناه. بس لو سالتيني عن ايه اللي انا لمسته وايه اللي انا شفت روح عظيمه قوي من صناع السينما في مصر تجاه هذه السينما. والله انا مش بجامل، مش بقول كلام. شفت فرحه في عيونهم ومسانده غريبه ليا. لا يمكن ارفع تليفون التليفون على حد فيهم واطلب منه اي حاجه غير لما عنده روح غريبه في انه يساعدني ويساندني. حتى الجميل زاهي حواس، دكتور زاهي حواس، ما عنديش حته استوديو، ما عندهاش بلاتون هذه السينما. ممكن اقول لك المسانده اللي بيستندها للقناه بتوفير اماكن للتصوير من خلال هيئه الاثار واماكن اثريه، وكل اللي بيقولوا طول الوقت انت ناجح والقناه ناجحه ومن حقك علينا ان احنا نساعدك. يعني المنتج الجميل كامل ابو علي مؤخرا عرف ان انا عندي رغبه في اني احتفل بعيد ميلاد قناتنا السينما الاول، فبكل روح عظيمه قال لي كل الامكانيات تسخر تحت امرك. شوف انت عايز ايه اماكن تصوير، عايز ايه امكانيات احنا نقدر نوفرها لك، لان دي قناه تدعم صناعه السينما وصناع السينما في مصر، فلازم احنا ايضا حق هذا القناه ان احنا نساعدها. كم من النجوم الكبار على الإمام اللي ظهر عندنا في نهاية السينما عشان يحتفي اكسكلوزيف بعيد ميلاده، وفضل انه يحتفي في نهاية السينما بعيد ميلاده. قبل منه طبعا النجم العالمي عمر الشريف والاستاذة ماجدة الصباحي اللي اهدتني نسخة من فيلم جميلة أبو حريت علشان اعرضه مجانا على قناة على شاشة نهاية السينما. ويعني كم من الاسماء النجوم الشباب والنجوم الكبار وكده. حاسس انا بروح بجد هي دي اللي انا اقدر اقول انه ده الرصيد اللي انا حسيته في السينما. الاحتفاء بكبار النجوم في السينما المصريه هل ده كان فكره؟ يعني فكره الارشيف النجوم اللي بتطلعوا نجم اليوم الثروه دي كانت فكرتك ان هي تطلع للناس بالشكل الحمد لله نجم اليوم استوديو مصر والفرق وفكرة الفواصل الأربعة من الأفلام وبننتج فيها فصل كبير. يعني الحمد لله كل ده كان فكرتي. المناخ العام دلوقتي في العالم مش في مصر وفي الوطن العربي فكرة منتهى اليمين أو منتهى اليسار، يعني يا قنوات دينية يا قنوات إباحية أو يعني قنوات الوسط أو القنوات الموظفة الأشياء يعني سياسية أو كذا أو كذا، وبرضه في كل الأحوال بتحمل منتهى اليمين منتهى اليسار حتى لو بدت إن هي جادة، بتبقى برضه في أفكارنا موجودة ليها. دلوقتي أنت بتعمل حاجة مختلفة عن ده، يعني أنت ما انتش قناة دينية، أنت ما انتش قناة سياسية متطرفة لجهة ما، أنت يعني حد بيقدم قناة عن السينما. مش شايف إن ده شوية بيتغرب بعيدا عن سرب الطيور اللي بيغرب في سكة معينة؟ أنا عايز أقول لك إن طول عمر الحاجات دي موجودة مش خاصة بوقتنا فقط. أنا لما بقعد أقرأ في أرشيفات قديمة ولا في كتب قديمة بشوف إن في وقت من الأوقات أثيرت يعني مناقشات وجدل واسع طوال الوقت. أنا بعرف إن صباح دي كانت بتهاجم من لا يعني كانت بتهاجم من أحمد فراج المذيع الإعلامي الكبير، لدرجة إنه كان مسخر برنامجه للهجوم على صباح، وفي الآخر كانت تتجوز صباح. يعني وصلت صباح لأنه كان زوجها وشاركها بطولة أحد أفلامها. عظيم. تصوري إن صباح النهارده تعرفت على تاريخ صباح كده وشوفي اللي كانوا بيضربوا بيها مثل على إنها مثل رهيب للإباحية، ولما عملت غنوة اسمها الغاوي نقط بطريقته اسلام لي عين وعافيته، قالوا ان عافيته دي فيها تلميح لمسائل جنسية. تخيلي يشوفوا دلوقتي
الكوكو بابا والحاجات دي كلها. بالظبط. بس يعني دلوقتي فكرة تبني او الاهتمام بالتراث السينمائي في ظل ان احنا بنقول دلوقتي رجعنا نقول انه الفن حرام، وان احنا لازم نتكلم في الدين، وان احنا لازم نتكلم في عذاب القبر، وان احنا لازم نتكلم في الاخره، وان المسلمين تخلفوا لانهم بدأوا في الفن وفي الغنى وفي الكذا و انت عايز تعمل ايه؟ يقول يعني مش يديك مشروعية لان احنا ما بنتكلمش في الشرع او في الحلال او في الحرام، لكن بقول انه القيمة الاجتماعية اللي انت بتقدمها للناس ولا شغلك ولا افلام. انا هقول لك على حاجة، يعني انا طول عمري بشوف انه اعظم رد على اكبر الاشياء العمل. يعني بيقولوا الفن حرام، خلينا نقدم فن محترم يرد على دعاوي ان الفن حرام. مش هتلاقي حد يقول ان الفن حرام. حد بيهاجمك ويقول اتهمك بالفشل، اشتغلي تاني وثالث ورابع هتنجحي، وهيفضل نجاحك يبقى صوته اعلى من صوت اللي بيتهموك بالفشل. فقط انا بأناشد كل القائمين على الفن في بلدنا انه لو كان في مؤامرة او في رغبة في هدم صرح عظيم وبترول بتاعنا والقطن بتاعنا وقمحنا المتمثل في صناعة السينما وفي نجومنا، تعالوا نرد عليهم بأعمال عظيمة. شبه مين؟ اللي يشوف فيلم الصرح يقول ان الفن حرام، اللي يشوف دكان شحاتة يقول ان الفن حرام، اللي يشوف احكي يا شهرزاد يقول ان الفن حرام. عندنا روائع طالعة من السينما انا استمتعت بيها جدا. يعني منى زكي هجمت بشدة نتيجة ان هي لابسة بشكل معين وبتتكلم في قضايا معينة، رغم ان القصة محترمة جدا للفنان الكبير وحيد حامد. كل اللي قاله هذا توظيف خالد يوسف لهيفاء وهبي بتلك الطريقة الغير متماشية مع القصة تماما. يعني مفيش بنت ما تطلعيش في السبعينات اللي تيجي بالطريقة دي وترقص بشكل مثير قدام خطيبها وقال يعني هو وظفها برضه بشكل جماهيري، يعني ما وظفهاش بشكل يخدم الرواية. هو يعني الجمهور كان له دور في الموضوع او كان عنده وجهة نظر انا الحقيقة ما قدرتش افهمها. يعني انا ما قدرتش افهم ان يطلعها بنت في السبعينات ترقص بالشكل ده وبتلبس بالطريقة الغريبة دي وهي تنتمي لأسرة صعيدية فقيرة تعمل في الخدمة. تمام، يعني دي ما فهمتهاش. لكن كل بطل يعني المراحل عندي يقول انه كل اللي مش متطرف فهو فكر او هو يعني مدمر لأخلاق المجتمع او هو كذا او كذا. يعني كل الافلام اللي حضرتك قلتها لا قد نهجم عليها. وحيد حامد تم تكفير، وحيد حامد شخصيا تم تكفير من الفيلم ده؟ لا بأعمال أخرى. يعني فكرة التكفير او فكرة انه الفن حرام او العاملين بالفن فاسقين او كذا او كذا بيحصل. اوكي، خلينا نقول انه في وقت من الاوقات اللي بيقولوا على الحاجات دي حرام هيتفرجوا على الفيلم. اوكي، بس احنا ساعدنا في حاجه واسمحي لي وانا اسف ارجو من كلامي، يعني ما احنا ساهمنا في تسطيح وتهييف القضايا. يعني انا لما شفت فيلم خالد يوسف كذا فيلم خالد يوسف لقيت ان خالد يوسف ده اكتر مصري بيتهم بانه راجل يعني متحرر جدا جدا في افلامه، ويعني عنده مشاهد عديده جريئه. فقال ان خالد في فيلم الخيانه مشروعه ينتصر على لسان بطلة الفيلم في النهايه الجمله بتقول اتاري سلاح الطيبه ده سلاح خطير. في الاخر خالص خرجنا من بطل الخيانه في هذا الفيلم وهني سلامة، لأنه في الآخر خالص رغم ذكائه ودهائه الجبار في ترتيب الجريمة إلا إن الشر لم ينتصر. خلونا نشوف الحاجات من فوق شوية، خلونا نشوف أنا بدعوهم اللي عايز يتفرج عليها يشوف في دكان شحاتة